يحكى قديما أن بخيلا وكريما ترافقا في سفر، وسارا عبر الصحراء إلى ما شاء الله لهما أن يسيرا، حتى وصلا إلى بداية غابة تقع على أطراف مدينة عظيمة. وبينما هم كذلك رأوا شجرة كبيرة وقد امتد ظلها، فقال الكريم للبخيل: دعنا نستريح هنا اليوم قبل أن ندخل المدينة. وافق البخيل على ذلك، فجلس الكريم والبخيل تحت الشجرة يستظلان بظلها. ثم أخرج الكريم زاده وقال للبخيل: نأكل زادي أولا، ثم إذا حل الليل أكلنا زادك. ولما ودعت الشمس وهج الحمرة وجاء الليل وحل الظلام، قال البخيل لنفسه: يبدو أن السفر طويل، ولا أأمن على نفسي من الجوع إذا انتهى الطعام. وقرر أن يأكل الزاد وحده. فغضب الكريم لما علم بذلك، وقرر أن يفارقه، فتركه ومشى تحت جنح الظلام حتى وصل إلى طاحونة مهجورة. فقال في نفسه: أبيت الليلة هنا، ولما يصبح الصباح سيقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم صعد إلى حجرة مرتفعة من الطاحونة، وقبل أن يخلد في النوم بدأت مجموعة من الحيوانات المفترسة تدخل إلى الطاحونة تتلو بعضها بعضا، فدخل الأسد، ثم النمر والفهد، ثم الضبع والثعلب والذئب. وبعد أن اكتمل الجمع وقف الأسد قائلا: السلام عليكم معشر الغاب، ومرحبا بكم في اجتماعنا الشهري. ثم أردف قائلا: لقد اطلعت على تقاريركم، وأعجبني حسن تدبيركم للأمور، وأنا أشكر لكم جهودكم وأرجو أن تحافظوا دائما على مهمتكم. والآن إن كان لدى أحدكم ما يطلعنا عليه فليفعل. قال النمر: يا ملك الزمان، هناك فأر في المنطقة التي تكرمت علي بإدارة شؤونها، يملك 100 ليرة ذهبية، يخرجها مع شروق الشمس ليرة ليرة، ويتركها في الشمس ساعة ثم يعيدها إلى مكانها، ولا أدري لماذا يفعل ذلك. وقال الفهد: أيها الملك الرشيد، هناك في المنطقة التي أوكلت إلي إدارة شؤونها ملك من بني البشر، مسموع الرأي، يطيعه الكبير والصغير، عادل في حكمه، حكيم في رأيه، غير أن له ابنة قد عجز الطب عن شفائها، وقد وعد الملك أن يزوجها لمن يجد لها دواء ويتمكن من شفائها. ودواء الأميرة في بيضة دجاجة، صفتها كذا وكذا، يملكها فلاح فقير في المنطقة كذا. ثم قال الضبع: يا من أثر قلوب الرعية بالعدل والمساواة، هناك شجرة في المنطقة التي أوكلت إلي إدارتها